السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم مستر احمد موسى لشرح مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي. ان شاء الله النهاردة نشرح الدرس الثالث في الفصل الاول، قانون اوم للدوائر المغلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقك وقلمك وتعالى لي. قانون اوم للدوائر المغلقه. قانون اوم يا شباب اللي احنا خدناه في الدرس الاول وفي الدرس الثاني كان بيقول لك ان الفي بتساوي الاي في الار اللي كانت عندك دي يا مستر كانت مقاومه خارجيه. كنا بنيجي عند البطاريه ونقول له في مقاومه داخليه تساوي الصفر، يعني مش موجوده. في الدرس الثالث البطاريه جواها مقاومه داخليه صغيره مش برسمها زي دي. هو بيجي عند البطاريه ويقول لك ان في ارسمول دي يعني مقاومه داخليه موجوده جوه البطاريه. اللي خارج البطاريه دي اسمها مقاومه خارجيه، يعني لو في هنا مقاومه هقول له دي مقاومه خارجيه، ولو في مقاومه هنا دي مقاومه خارجيه. انما اللي جوه دي اللي مش بتترسم دي اسمها مقاومه داخليه. صلوا على النبي. ادي يا مستر الفي بي الطياره اهوت، بسم الله وعلى سنه رسول الله. البطاريه ديت حماله الاسيه، هي اللي هتزق التيار بره البيت وجوه البيت. ادي بره البيت هنا في المقاومه الخارجيه، وهتيجي هنا برضك وتزق التيار جوه البطاريه، فالبطاريه تعاني. ادي يا مستر في مقاومه خارجيه، وادي يا مستر في مقاومه داخليه. ايه الفرق ما بينهم؟ دي وحشه. يعني ايه وحشه؟ يعني فقد، يعني بيني وبينك يعني من مصلحتي ان هي ما تبقاش موجوده، من مصلحتي انها تبقى بصفر. طب دي حلوه. يعني حلوه يعني بستفاد منها. مش فاهم يا مستر، في مقاومه بستفاد منها ازاي دي؟ هذه المقاومه الخارجيه يا مستر تعبر عن مصباح. البطاريه دي عباره عن تورته، وليكن التورته دي مثلا 10 جنيه. انا نفسي ال10 جنيه كلهم يروحوا للمقاومه الخارجيه دي اللي هي تعبر عن مصباح، ولكن في الحقيقه ايه اللي بيحصل؟ البطاريه بيبقى جهدها 10 بيوصل لدي 9. طب فين الواحد؟ المقاومه الداخليه خدته، الذي تمثل الفقد. لذلك لو جه قال لك ان المقاومه الداخليه بصفر، قول له في هذه الحاله كفاءه البطاريه 100%. عارف يعني ايه؟ يعني كل جهد البطاريه راح للمقاومه اللي هي المقاومة الخارجية اللي هي تعبر عن المصباح. بص لي هنا كده، ادي بطارية وادي المقاومة دي اسمها ار كابيتال. كابيتال يعني مقاومة خارجية. اي مقاومة خارج البطارية تسمى مقاومة خارجية، ودي تسمى مقاومة داخلية. حلو كده؟ حلو. لو انت جات لك مسألة ولا حاجة وشفت ان الفولتميتر معقد لك شكل المسألة، هات ورقة وقلم وارسمها بايدك وشيل الفولتميتر. عارف ليه؟ لان كده كده الفولتميتر ده مقاومته ما لا نهايه، يعني لا يمر به تيار. يعني يا مستر التيار هيمشي ازاي؟ التيار اهو بسم الله وعلى سنه رسول الله مشي في المقاومات بس. طب الفولتميتر لا، ده انا بعتبره مقاومته ما لا نهايه. حلو كده؟ حلو. التيار وهو ماشي مشي في مين؟ هتقول لي مشي في المقاومه الخارجيه وكمان مشي في المقاومه الداخليه. ايه ده، هما مقاومتين على التوالي؟ هقول لك لان يا مستر التيار اللي مشي هنا مجبر انه يكمل هنا. طالما التيار ما اتجزأش وطالما التيار مجبر انه يكمل في المقاومه الثانيه، يبقى دول مقاومتين على التوالي. عشان كده يا مستر احنا جمعناهم. دايما احنا هنخلص المقاومه الخارجيه واللي هتطلع هزود عليها المقاومه الداخليه. يعني مجازا لو هنا في مقاومه على التوازي هقول له حاصل ضربهم على حاصل جمعهم هيديني مقاومه واحده اسمها المقاومه الخارجيه. لما تطلع هروح يا مستر مزود عليها المقاومه الداخليه اللي هي الارسمول. انا في السؤال ده بقول لك الفي 1 ده هيقرا كام والفي 2 ده هتقرا كام. اول حاجه اقف عند البدايه بتاع الفولتميتر واقف عند النهايه ولف لفه. واهم حاجه تسال نفسك اللفه اللي انا مشيتها دي هتكمل ولا لا؟ بسم الله وعلى سنه رسول الله. بسم الله يا مستر اللفه كملت. كملت مفيش اي عوائق قابلتني؟ هتقول لي لا. هقول لك اذا الفي 1 ده توازي مع الارضي، وبالتالي هقول له ان الفي 1 بتساوي الاي في الار. المقاومه دي هي المقاومه الخارجيه. المقاومه دي هي المقاومه الخارجيه. لو هنا الاي وهنا مثلا الفي 1، ار 1 دي ثابته. لو اعتبرنا مجازا هنا في مقاومه والمقاومه دي متغيره وغيرنا المقاومه دي،
هتقول لي مثلا المقاومة المتغيرة دي مثلا لو زادت، تقول لي إذا المقاومة الكلية هتزيد وبالتالي التيار مثلا ده هيقل فالفي هيقل. مش دي ثابتة؟ المقاومة بتاع الفولتميتر دي هي مش ثابتة؟ دي ثابتة. إذا الفي واحد هتساوي الآي. يعني إيه هتساوي الآي؟ يعني العلاقة ما بينهم علاقة طردية. والدليل أول حاجة هنحط محور السيناب بصفر، اللي هو الآي ده بصفر. صفر في أي حاجة هيدينا صفر. أدي البداية يا مستر. والله لما ده يزيد أكيد ده هيزيد، فالعلاقة ما بينهم علاقة طردية. والميل اللي هو الأسلوب هيساوي في واحد على الآي هيديني مين؟ الآر اللي هي المقاومة الخارجية. سهلة دي. اطلع لي بقى على الفي 2 كده وصلى على النبي وروق وتعالى. الفي 2 يا مستر ادي بدايته وادي نهايته. لف له لفة كده بعد إذنك. لفيت له يا مستر اللفة، لفيت من البداية للنهاية وانت ماشي كده. خبطت في مين؟ هتقول لي خبطت في بطارية. هقول لك بس. هتقول لي هقول لك انت كداب. ليه بقى يا مستر؟ لان انا لما مشيت خبطت في بطارية، بس في مقاومة داخلية جوه اوعى تنساها. دي موجودة. فوانا ماشي شفت بطارية بعيالها. مين عيالها يا مستر؟ هي المقاومة الداخلية، اللي هي بالمناسبة حلوة ولا وحشة؟ قلت لي وحشة. وبالتالي هقول لك ان الفي 2 ده انا شفت البطارية. تكرم البطارية فهتنزل في الاول اكيد. طب شفتها بس. عارف لو دي بصفر هتقول لي انا شفتها بس، انما دلوقتي انا شفتها بعيالها. وعيالها اللي هي المقاومة الداخلية الذي تمثل فقد. وبالتالي هقول له في بي ناقص الاي في الار. ليه يا مستر قلت ناقص؟ لانها تمثل فقد. عايزين يا مستر نرسم علاقة بيانية ما بين الفي 2 والاي. الاي ده محور السينات والفي 2 محور الصادات. اول حاجة في الرسم البياني انك تصلي على النبي. ثم الذي يرسم على محور الصادات كرمه. يعني ايه كرمه؟ خليه يا معلم في طرف لوحده. مش ده محور الصادات؟ ادي يا مستر في طرف لوحده زي الفل. اجري جري على السينات. مين السينات يا مستر؟ هنا السينات اسمها الاي. ادي السينات يا مستر اللي هي اسمها الاي. علم على محور السينات واللي مضروب فيه او مقسوم عليه هو الميل. بمعنى لو بصينا هنا كده، مش ده محور السينات؟ اللي مضروب فيه طلع الميل. تمام. ده محور السينات اللي هو الاي. مين اللي مضروب فيه او مقسوم عليه؟ هتقول لي سالب ار. حتى دي اسمها سالب اي في ار، فاللي مضروب في الاي هو السالب ار، فلذلك هنقول له ان الميل يساوي سالب ار. طب لو كان زائد هقول له زائد ار. طب وبعدين في الرياضة في الاعدادي كان دايما مدرس الرياضة يقول لك ايه؟ سين وصاد. واول حاجة بيعملها ان يحط ان السين بصفر. انا كمان هحط محور السيناب بصفر. هنا لما حطيت محور السيناب بصفر، صفر في اي حاجة اداني صفر، فابتديت من هنا. انا هنا لما احط محور السيناب بصفر اللي هو الاي، اي في اي حاجة يديني صفر، فدي هتتشال. اذا طلع ان الفي 2 بتساوي الفي بي. يعني الاي ده لو بصفر طلع ان الفي 2 بتساوي الفي بي. يعني البداية هنا مش من عند الصفر، البداية يا مستر هنا من عند الفي بي اللي هو ده، واسميه في بي. يعني الجزء اللي هو زائد ده او ناقص ده يمثل رياضيا الجزء المقطوع من محور الصادات. ده الصادات، الاي ده السينات، اللي مضروب فيه هو الميل، واللي فاضل هو الجزء المقطوع من الصادات. طب وبعد كده قدامي حلين، لا هطلع لا هنزل. هو الاي ده لما بيزيد يحصل ايه للفي يا مستر؟ خلي بالك هنا في سالب، فاطلع ولا انزل؟ هننزل يا مستر اهي. ده معناه ايه؟ معناه ان كل لما التيار يزيد الفي دي هتقل. مش فاهم؟ تعالى بالراحه. ثبت دي مثلا ب10. 10 ناقص 3 ب7. 10 ناقص 4 ب6. 10 ناقص 5 ب5. 10 ناقص 8 ب2. واخد بالك ان كل لما ده يزيد الفي هتقل، والعكس صحيح. فهذه يا مستر تسمى علاقة تناقصية. فدي اسمها علاقة طردية، ودي يا مستر اسمها علاقة تناقصية. نديك كذا مثال كده عشان تفهم. المثال الأول،
قلت لك لما يجي لك شكل مسألة فيها فولتميتر والفولتميتر مبوظ شكل المسألة، ارسمها بإيدك تاني وشيل الفولتميتر. طب ليه؟ لأن كده كده الفولتميتر ده ما بيمشيش في تيار فمش فارق. يعني يا مستر التيار هيمشي كده 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 وكده كده، مش هيمشي في الفولتميتر. المقاومة الكلية هتساوي، اوعى تنسى المقاومة الداخلية، اوعى تنسى المقاومة الداخلية. احنا لو هنعمل ملخص للفصل الأولاني في كلمتين، أول حاجة في مقاومة داخلية ولا لأ؟ ثم اللفة. هقول له 1 زائد 3 هيديني 4 أوم. دايما المقاومة الداخلية بتجمع على الخارجية. ثم أبو ياسمين اللي هو التيار الكلي هيساوي، هتقول لي التيار الكلي هيساوي الجهد اله على المقاومة اله. من الجهد اله اللي هو الجهد الكلي، من المقاومة اله هتقول لي المقاومة الكلية. هتقول لي 12 على 4 هيديني 3 أمبير. ثم هو ايه السؤال؟ هيقول لك في 1 بكام وفي 2 بكام. اقف عند بداية ونهاية كل فولتميتر ولف اللفة. لو اللفة كملت تمام يبقى في توازي، يبقى في حب. اللفة لو ما كملتش خلي بالك. ادي البداية وادي النهاية. لما لفيت اللفة كملت اهوت اهوت اهو، رجعت تمام. شفت ايه؟ هتقول لي شفت مقاومة، يبقى الفولتميتر ده بيحب المقاومة يبقى توازي معاها، وبالتالي هقول له في 1 هتساوي الاي في الار اللي هي دي. في 1 بيحب التلاتة بس مش بيحب المقاومة الكلية. الاي ب3 والمقاومة دي ب3، 3 في 3 يديني 9 فولت. زي الفل. اطلع لي على في 2 نفس الكلام. اقف عند البداية والنهاية ولف وشوف اللفة هتكمل ولا لأ. وانت ماشي احكي لي انت شفت ايه. ادي البداية وادي النهاية. قول بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله وعلى سنة رسول الله. اللفة يا مستر كملت؟ احكي لي شفت ايه. هتقول لي شفت بطارية بس ولا شفت بطارية بعيالها؟ يا مستر شفت بطارية بعيالها. عيالها اللي هي المقاومة الداخلية، اوعى تنسى عيالها. وبالتالي هقول له الفي 2 هتساوي الفي بي، تكرم الفي بي دائما تكرم فتنزل اولا، ناقص العيال. من العيال اي في الار. خلي بالك انا بنزل جهد، وجهد المقاومة دي اسمه اي في ار اللي هي وحشة. الفي بي يا مستر ب 12 ناقص الاي اللي هو ابو ياسمين ب3، والمقاومة الداخلية يا مستر ب1. 12 ناقص 3 يديني 9. قال لو واخد لي بالك من حاجة، في 1 طلعت ب9، قالوا في 2 هي كمان طلعت ب9. ايه ده؟ ده نفس الجهد. اي حاجتين توازي مع بعض يبقوا بيحبوا بعض، وطالما بيحبوا بعض يبقى نفس الجهد. في 1 وفي 2 توازي مع بعض وبيحبوا بعض. هقول لك والدليل تعالى. مستر في 1 ادي بدايته وادي نهايته، وفي 2 ادي بدايته وادي نهايته. لف لفة للفي 1 والفي 2 انا على يقين ان مفيش محرم ما بينهم. تعالى كده. هقول له بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. مشيت يا مستر اهوت 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 ورجعت. وانت ماشي كده شفت مين؟ هتقول لي شفت في 2 وفي 1. هقول لك بس، هتقول لي يبقوا الاتنين توازي مع بعض، يبقوا الاتنين بيحبوا بعض، وبالتالي في 1 بتساوي في 2. كلام سليم مليون في المية. انت عارف لو حطيت لك هنا مقاومة كده هتلاقي في 1 وفي 2 مش زي بعض. عارف ليه؟ عشان لما اجي الف اللفة هتلاقي هنا في مقاومة، في محرم ما بينهم. ساعتها في 1 وفي 2 مش هيساووا بعض. تفتكر يا معلم لو هنا في مقاومة وفي فولتميتر اسمه في 3، مين يكسب؟ في 1 ولا في 2؟ انا سامعك، مين يكسب؟ اوعى يكون قلت في 1. من جور السعيد يسعد يا راجل. ده الفي 2 ده توازي مع البطارية، توازي مع البطارية. فمليون في المية وكون على يقين ان في 2 ده هيبقى اعلى حاجة، لدرجة ان هو هيساوي الفي 1 زائد الفولتميتر اللي هو في 3 اللي هيبقى موجود. ده السؤال الاول. السؤال التاني حتة حلوة ركز فيها. ده مفتاح كي. الكي ده يا مستر مفتوح، انا عايز انه مفتوح.
ما قالكش ان انا قفلته. ده فولتميتر اسمه في 2 وده فولتميتر اسمه في 1. انا بقول لك في 1 بكام وفي 2 بكام، نفس الكلام ما بنغيرش. تعالى كده بسرعه، ادي البدايه وادي النهايه، لف اللفه. هل اللفه كملت؟ كملت. في حاجه وقفتك؟ هتقول لي لا وانا ماشي شفت في 1 وشفت 3 يبقوا الاتنين بيحبوا بعض، اذا الفي 1 هتساوي الاي في الار. الار دي ب3 معاك. طب التيار ده الدايره مفتوحه، التيار عشان يجي هنا ده الدايره مفتوحه. انا سامعك. اوعى تقول ان الدايره مغلقه. انت بتقول ان التيار يمشي كده ويرجع؟ يا راجل اتق الله. قلت لك ان الفولتميتر لو ما تكلمش عليه مقاومته بتبقى بما لا نهايه، زيه زي الهواء ما بيوصلش الكهرباء، وبالتالي ما في تيار يا مستر، وبالتالي الفي 1 هيساوي صفر. ده الفي 1. الفي 2 اوعى تقول ان الفي 2 بصفر. انا سامعك. انت بتقول لي يعني عشان التيار بصفر يبقى اي فولتميتر بصفر؟ لا والله. الفي 2 ده يا مستر ده بدايته وده نهايته. حصل؟ هتقول لي حصل. لف اللفه كده، كملت ولا لا؟ كملت. احكي لي شفت ايه؟ هتقول لي يا مستر انا شفت بطاريه بعيالها. هقول لك جدع. يبقى الفي 2 هتساوي ادي البطاريه وادي عيالها، صح؟ هتقول لي بس مفيش تيار. هقول لك جدع، التيار بصفر. طلع ان الفي 2 بتساوي الفي بي. هل بقى الفي بي بصفر؟ هل الفي بي بصفر؟ هتقول لي لا. اذا يا مستر الفي 2 هتساوي الفي بي اللي هي بكام؟ ب12. وهقول لك معلومه حلوه، اي فولتميتر توازي مع البطاريه استحاله يبقى بصفر. الفولتميتر ده هيبقى بصفر في حالتين ملهمش تالت. الحاله الاولى ان يكون توازي مع مقاومه والمقاومه دي ممشيش فيها تيار. طب الحاله الثانيه ان يكون توازي مع سلك. ما هو لو فولتميتر توازي مع سلك هتقول لي اي في ار. السلك ماشي فيه تيار، بس هل السلك له مقاومه؟ هتقول لي لا، وبالتالي لو المقاومه بصفر اذا الفي بكام؟ بصفر. انما فولتميتر توازي مع بطاريه خلي بالك. اقول لك الكبيره ده الفي 2 ده في الحاله دي رايق. انهي احسن؟ ان انا اقول له 12 ناقص حبه ولا اقول له 12 بس؟ ما هو لو الجزء ده موجود وليكن ب3 هتقول لي 12 ناقص 3 يطلع ده ب9. انما دلوقتي بقول له 12 ناقص صفر هيديني 12. ففي هذه الحاله في 2 ده في الوقت ده اعلى حاجه. بص بقى الفرق بين دي ودي. هنا الفي 1 كان هنا. الفي 1 انا مديته شويه بعد المفتاح. نفس السؤال، نفس السؤال. المفتاح مفتوح. بص بقى على دي، بص على الفرق بين دي ودي كده. ادي يا مستر في 1 وادي في 2. ايه بقى الفرق يا معلم؟ ان هنا لما لفيت اللفه كملت، انما ادي البدايه وادي النهايه. هاجي يا مستر عشان الف هوب لقيت مفتاح مفتوح. هل انت لما مشيت هل انت رجعت؟ هتقول لي لا، في عائق اهو اللي هو الهواء. وبالتالي لو قلت ان الفي 1 بتساوي الاي في الار حرام عليك. ليه حرام عليا؟ لان والله الفي 1 مش توازي مع المقاومه، وبالتالي لو قلت ان الفي 1 بتساوي الاي في الار والدايره مفتوحه غلط. غلط، اللفه ما كملتش. امال ايه اللي هيحصل بقى؟ اطلع بس كده للفي 2 الاول. ادي البدايه وادي النهايه. تمام تمام. لف اللفه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كملت. هتقول لي احكي لي شفت ايه؟ اقول لك جدع. هتقول لي شفت بطاريه بعيالها. هقول لك يبقى الفي 2 هتساوي ادي البطاريه وادي عيالها. هي الفي بي بكام؟ ب10 ناقص. هل في تيار؟ دايره مفتوحه خلي بالك. انا قصد ان المفتاح مفتوح خلي بالك. اوعى حد يقول لي ان التيار هيمشي في الفولتميتر ويكمل. قلت لك الفولتميتر ما بيمشيش تيار، الدايره مفتوحه. وبالتالي يا مستر الجزء ده بصفر، وبالتالي هقول له 10 ناقص صفر. يبقى الفي 2 يا مستر هتساوي كام؟ الفي 2 هتساوي 10. زي الفل. هل اقدر اقول له بقى ان الفي 1 ده بصفر؟ اوعى اوعى. امال الفي 1 هيساوي ايه؟ تعالى. انا يا مستر لما جيت الف اللفه دي ما كملتش. يا عم ما فيش الا اللفه دي،
ما هي ما كملتش، شوف غيرها، اطلع فوق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ايه ده يا مستر؟ ده اللفة من فوق كملت. شفت ايه؟ هتقول لي شفت نفس اللي شفته لما لفيت للفي 2. هقول لك جدع، ما هو الفي 1 اصلا زي الفي 2. بص كده اهو، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اهو 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 اهو. وانت ماشي ما شفتش غير في 1 وفي 2. يبقوا الاتنين زي بعض، يبقوا الاتنين بيحبوا بعض، يبقوا الاتنين على التوازي. اذا في 1 هتساوي الفي 2 هتساوي 10 فولت. خلي بالك من الفرق ده وده. تلف اللفة، كملت تمام، ما كملتش غيرها. فخلي بالك. بعد كده يا شباب، نفترض يا مستر عندي بطاريتين. احنا السبورات اللي فاتت كان عندي بطارية واحدة. طالما عندي بطارية واحدة اكيد هي اللي هتدي، صح؟ البطارية بتدي مين؟ هقولك بتدي المقاومات الخارجية وبتدي المقاومات الداخلية، زي والدك في البيت اكيد هو اللي بيدي. طب يا مستر لو انا عندي بطاريتين، هقولك على حسب. ممكن البطاريتين يدوا المقاومات، يعني والدك بيشتغل ووالدتك بتشتغل والاتنين بيدوا اخواتك وبيدوك، او والدك الوحيد اللي بيشتغل، فاصبح ان والدتك بتاخد وسيادتك بتاخد واخواتك بتاخد. هنعرفهم ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. ادي يا مستر البطارية الاولى وادي البطارية التانية. وبعيد عليك تاني، لو انت بصيت للمسألة ولقيت ان شكل الفولتميتر مبوظ لك المسألة، شيل الفولتميتر. ادي البطارية الاولى وادي البطارية التانية، ادي الموجب وادي السالب، وادي الموجب وادي السالب. بص للبطاريات، ده متصل مع موجب ده، صح؟ يعني الموجب هنا مع الموجب هنا، والسالب هنا مع السالب هنا. معروف ان الولا بيكره الولا والبت بتكره البت والباقي انتوا عارفينه، صح؟ فدايما بنقول ان المتشابهين وحشين. ووحش ده يعني هينجمع ولا هينطرح؟ اكيد هينطرح. وبالتالي بدل ما هم بطاريتين هنشيلهم يا مستر ونعتبرهم كأنهم بطارية واحدة. نجمع ولا نطرح؟ هنطرح. فهنقول له 12 ناقص 8 يديني 4 فولت. زي الفل. هاتلي كده المقاومة الكلية. في كام مقاومة موجودة؟ في ديت وفي دي. طب تفتكر دول توالي ولا توازي؟ حد يقول لي يا مستر ده تحت بعض يبقوا على التوازي. يا راجل اتق الله، اتق الله، خلي بالك. التيار اهو بسم الله وعلى سنة رسول الله. بسم الله بسم الله بسم الله. التيار يا مستر اللي مشي في البطارية الأولى مجبر إنه يكمل في البطارية التانية، فهم مقاومتين على التوالي فهنجمعهم. فالمقاومة الكلية 1 زائد 1 هيديني 2 أوم. أبو ياسمين هيساوي الجهد اله على المقاومة اله 4 على 2 هيديني 2 أمبير. زي الفل. أنت عايز إيه يا مستر؟ أنا عايز أشوف في 1 بكام وفي 2 بكام. بص يا معلم، لما يجيلك بطاريتين اقف عند البطارية الكبيرة ولا تبالي بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة. اقف عند أكبر بطارية وخرج التيار من الموجب وكمل معاه. دي 12 ودي 8. اقف عند ال 12. وقفت عند ال 12 فقلت بسم الله وعلى سنة رسول الله وكملت يا مستر. زي الفل. الطبيعي ان البطارية هي اللي بتدي التيار، يعني هي اللي بتخرج التيار. لما بصيت على ال 12 فولت عشان هي الكبيرة فلقيت ان التيار خارج منها، فمعناه ان هي بتدي. بس بصيت لل 8 فولت لقيت ان التيار يا مستر داخل لها، بتستقبل التيار. فعشان كده بنقول لك ان دي بتتشحن زي بطارية الموبايل، بتروح تشحنها، الجهد بتاعها صغير فانت بتعلي الجهد، فهي اللي بتستقبل التيار داخل للموجب. فلذلك بنقول له دي بتتشحن ودي عشان التيار خارج منها بتفرغ. وبالتالي هنقول له ان الفي 1 هتساوي ادي بدايته وادي نهايته. لف لي لفة وقول لي انت شفت ايه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هتقول لي وانا ماشي شفت بطارية بعيالها. اقول لك جدع، اوعى تنسى العيال. هتقول لي هتساوي جهد البطارية اللي هي ال 12، وعشان التيار خارج منها فبتدي، وعشان والدك بيدي فتحس ان دايما محفظته دايما بتقل. وطالما بتقل هقول له ناقص ولا زائد؟ هقول له ناقص. يبقى ناقص الاي في الار بتاعتها. في 1 هتساوي ده جهده ب 12 زي الفل ناقص الاي ب 2 والمقاومة الداخلية هنا ب1
تطلع 10 فولت زي الفل. خش لها يا معلم على الفي 2 نفس الكلام ما بنغيرش. ادي البدايه وادي النهايه. مش ده الفولتمتر اللي انا عايزه؟ لف له لف. لفينا يا مستر. اهم حاجه كملت. هتقول لي احكي لي شفت ايه؟ بطاريه بعيالها. تمام. هتقول لي يبقى الفي بي بتاعتها اللي هي 2 وشفت العيال اللي هي الاي في الار بتاعتها زي الفل. بس دي التيار داخل لها، دي بتستقبل. بطارية الموبايل لما بتتشحن تبقى مثلا 5%، بعد شوية 7%، بعد شوية 20%، فالجهد عليها بيزيد. فعشان كده هنقول له ايه يا مستر؟ زائد، لانها بتستقبل. جهدها يا مستر ب8 زائد التيار اللي ماشي ابو ياسمين ب2 والمقاومة الداخلية بتاع البطارية دي ب1. اقول له 8 زائد 2 هيديني 10 فولت. خدت لي بالك؟ في 1 ب10، في 2 ب10. بيحبوا بعض صح؟ تعال نشوف بيحبوا بعض ولا لا. تعال. في 2 ده لما امشي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، رجعت يا مستر الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ ايه ده يا مستر؟ دي 10 ودي 10. ده الاتنين بيحبوا بعض، ده الاتنين على التوازي. طب تعال نشوف كده. تعالى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ايه يا مستر؟ وانا ماشي بالفي 1 والفي 2 لما لفيت اللفه ما لقيتش غيرهم، يبقوا الاتنين بيحبوا بعض، يبقوا الاتنين على التوازي، ولذلك فعلا دي 10 ودي 10. ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا شباب، ادي البطاريه الاولى وادي البطاريه الثانيه. عايزك بقى تلاحظ الفرق ما بينهم. هنا بقى السالب اللي هنا متصل مع الموجب اللي هنا، البت مع الولا. المختلفين اكيد حلوين، فهنجمعهم. فهنقول له ان الجهد الكلي هيساوي 10 زائد 6 هيديني 16. طب المقاومة الكلية 1 زائد 2 زائد 1 هيساوي 4. أبو ياسمين اللي هو التيار الكلي هيساوي 16 على 4 هيديني 4 أمبير زي الفل. أنا عايز في 1 بكام وفي 2 بكام وفي 3 بكام. هنبتدي بالفي 1 سهل، أدي بدايته وأدي نهايته. لف لي لفة كده. كملت. شفت مين وانت ماشي؟ هتقول لي شفت مقاومة زي الفل. فالفي 1 هتساوي الاي في الار بتاعته. الار بتاعته ب2. التيار اللي ماشي اسمه 4. 2 في 4 يا مستر يديني 8 فولت زي الفل. طب بالنسبة للفي 3 وفي 2 قلت لك اقف عند البطارية الكبيرة وخرج منها التيار ولا تبالي. مين البطارية الكبيرة يا مستر؟ في 10 وفي 6، فهنخرج التيار من عند الكبيرة اهي يا مستر. وادي التيار كامل اهو. بالنسبة لفي 3 ادي بدايته وادي نهايته. لما لفيت اللفة هتقول لي انا شفت بطارية بعيالها، هقول لك جدع. هتقول لي في بي وادي العيال. ناقص يا مستر ولا زائد؟ ده التيار خارج من الموجب يعني بتدي ناقص. في 3 هتساوي جهدها يا مستر ب10 ناقص التيار هنا ب4 مقاومتها الداخلية ب1. 10 ناقص 4 يديني يا مستر 6 فولت زي الفل. فاضل لي يا مستر في 2. في 2 هيساوي ادي البداية وادي النهاية. لف اللفة يا مستر. كملت. احكي لي شفت ايه؟ شفت البطارية بعيالها، فاقول له في بي وادي يا مستر العيال. طب هنا التيار، ده التيار خارج ايضا من الموجب، يعني هي كمان بتدي يا مستر. يعني ايه؟ يعني ناقص. يعني في الحالة دي ده والدك وده والدتك والاتنين شغالين والاتنين بيدوك، فانا متوقع ان الفي 1 ده متوقع ان هو يبقى اعلى حاجة لان اتنين بيدوك. تعال نشوف كده. الفي بي الحمرا دي ب6 ناقص التيار ب4 والمقاومة الداخلية يا مستر هنا ب1. 6 ناقص 4 يديني 2 فولت. في 2 يا شباب ب2. في 3 ب6. في 1 ب8. في 1 ده طلع اعلى حاجة لان البطارية ديت والبطارية ديت الاتنين بيدوا المقاومة ديت،
فلازم في واحد يبقى اعلى حاجه، وفعلا في واحد اللي هو ال8 هيساوي في 2 اللي هي ب2 زائد في 3 اللي هي ب6. 2 زائد 6 بيساوي 8. ده يا شباب مفتاح مفتوح، ودي مقاومه خارجيه اسمها 3 اوم، وفي مقاومه داخليه مش عارف هي بكام، وادي الفي بي يا مستر. قال لك ايه بقى في المساله؟ قال لك لما المفتاح ده كان مفتوح الفولتميتر ده قرا 12، وعندما يغلق، اول لما يقول لك وعندما اقف، هو لما يكون المفتاح ده مفتوح هقول له مفيش تيار. ليه مفيش تيار؟ عشان الدايره دي مفتوحه يعني المقاومه بما لا نهايه، مفتاح مفتوح يعني المقاومه بما لا نهايه. اطلع فوق كده، ادي الفولتميتر، ادي بدايته وادي نهايته. لما الف اللفه يا مستر كملت، شفت ايه وانت ماشي؟ هتقول لي شفت البطاريه بعيالها. ادي البطاريه اللي هي الفي بي، وادي عيالها اللي هي الارسمول، فهقول لك الفي هتساوي في بي ناقص الاي في الار. هتقول لي يا مستر بس مفيش تيار. مفيش مشكله، يبقى الفي بصفر. هتقول لي يا مستر بس مفيش تيار يعني الاي بصفر. الفي هنا 12، هقول له اذا في هذه الحاله الخطوه الاولى الفي بي هتبقى ب 12 فولت. خش على اللي بعد كده، يقول لك بقى وعند غلق المفتاح. حلو، الدايره اتقفلت، هيمشي تيار، فالتيار هيمشي كده. الطبيعي ان الفي ده يقرا رقم اقل من ال 12. ليه؟ لان في الاول كنت بقول لك ان الفي بتساوي الفي بي بس مفيش تيار، انما دلوقتي هقول له هتساوي الفي بي ناقص حبه، فالطبيعي ان الفي ده قلت، والدليل انه قل 9. فاقول له في هذه الحاله الفي هتساوي في بي ناقص الاي في الار. الفي ده بكام؟ ب9. طب الفي بي بكام؟ ما انا جبتها ب12 ناقص الاي في الار. طب انا يا مستر عايز اعرف المقاومه الداخليه دي بكام؟ ما هي دي معادله في مجهولين، فانا محتاج اجيب التيار. اعمل ايه بقى؟ خلي بالك عشان المساله دي متكرره كتير في كتب كتير. اعمل ايه؟ عشان الفولتميتر ده زي ما هو توازي فوق على البطاريه بعيالها، مش هو توازي تحت. هتقول لي عرفت ازاي؟ هقول لك هي مش دي البدايه ودي النهايه. زي ما لفيت اللفه دي وكملت، ممكن الف كده يا مستر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللفه كملت. خلي بالك انا قفلت المفتاح ده وانت ماشي المره دي شفت مين؟ هتقول لي شفت التلاته بس. هقول لك يعني الفي ده هتساوي الاي في الار. مين الار اللي تحت دي؟ الار دي ب3. انا عايز اجيب التيار. انا لما قفلت المفتاح الفولتميتر ده قرا 9، اقسم هنا على 3 وهنا على 3، يطلع الاي يا مستر بكام؟ ب3 امبير. خد ده عوض بيه هنا، قول له يبقى ال9 هتساوي ال12 ناقص الاي انا جبته ب3، والار يا مستر احنا عايزينها. هدي اليمه دي تطلع -3 هتساوي -3 ار. اقسم هنا على -3 وهنا على -3، يطلع الار بكام؟ هيطلع يا مستر معايا المقاومة الداخلية ب1 اوم. عايزين يا مستر نشوف مقارنة ما بين البطارية اللي بتاخد وبين البطارية اللي بتدي. ركز، ادي يا مستر بطارية وادي المقاومة الداخلية وفي مقاومة خارجية زي الفل. طالما عندك في الدايرة بطارية واحدة اكيد البطارية دي هتدي، لان والدك اكيد بيدي. فهنا التيار خارج من الموجب. انا عايز اشوف الفولتميتر ده هيقرا كام. ادي بدايته وادي نهايته. هنقول اهوت بسم الله، لفينا اللفه كملت. هقول لك وانت ماشي احكي لي شفت ايه؟ هتقول لي شفت بطاريه بعيالها وفي عيال تاني. اقول لك ايه المشكله؟ هتقول لي اذا الفي هتساوي، نزل البطاريه الاول تكرم. هنا التيار خارج من البطاريه، خارج من الموجب، اذا البطاريه بتدي، فهنقول له ناقص الاي في المقاومات اللي موجوده. والله لو المقاومه الداخليه بس هي اللي موجوده هقول له ار سمول، ولو المقاومه الخارجيه بس هي اللي موجوده هقول له ار كابيتال. هتقول لي بس في مقاومتين يا مستر. هقول لك ما هو احنا لما لفينا يا مستر شفنا المقاومه دي والمقاومه دي، وهما مقاومتين ماشي فيهم نفس التيار، فيبقوا مقاومتين على التوالي، فهنجمعهم، فهنقول له ار زائد ار.
ولو في مقاومة هنا كمان على التوازي هقول له دي ودي توازي مع دي توالي. المهم في الآخر إن أنا أخلي كل المقاومات مقاومة واحدة. بص على دي، ادي بطارية وادي المقاومة الداخلية. في الحالة دي بقى في الرسمة دي انا قلت لك ان التيار داخل للموجب، انا قلت لك معناه ان في بطارية تانية هي اللي بتديها. فدي يا مستر التيار داخل للموجب، اذا هي بتاخد يعني بتتشحن. ادي البداية وادي النهاية. بسم الله، لفت يا مستر، احكي لي شفت ايه؟ هتقول لي شفت البطارية بعيالها، اوعى تنسى عيالها، اوعى تنسى المقاومة الداخلية. هقول له اذا الفي هتساوي، انزل البطارية الاول وعيالها اللي هي اي ار سمول. خلي بالك انا بنزل جهد والجهد اي في ار، وهنا عشان البطارية بتستقبل التيار، عشان التيار داخل للموجب فاقول له بتتشحن، فعشان كده هقول له زائد. لو يا مستر قلنا هنا الاي وقلنا هنا الفي، اول حاجة في الرسم البياني هحط الاي بصفر. لما يا مستر احط الاي ده بصفر يديني الفي بتساوي الفي بي. لما كان الاي ده بصفر طلعت الفي بتساوي الفي بي. الفي ده اللي هو محور الصادات، فالنقطة دي اسمها يا مستر الفي بي. ثم لا هطلع لا هنزل، هنا محور السينات اللي هو الاي موجب، فعشان كده هطلع. بمعنى هقول له لو دي 10 ودي صفر، 10 زائد صفر يديني 10. طب لو دي واحد، 10 زائد واحد يديني 11، 10 زائد 2 يديني 12. كل لما ده يزيد دي بتزيد، يبقى ده الجزء المقطوع من الصادات. طب الميل لا، عشان تجيب الميل اخلي محور الصادات في طرف لوحده. ادي محور الصادات في طرف لوحده اهو. مين محور السينات؟ ادي يا مستر محور السينات. دايما اللي مضروب او مقسوم على محور السينات ده الميل، فعشان كده هنقول له الميل اسمه موجب ار. عشان كده طلعت. ولو ركزت هتلاقي ان الزاوية دي حادة، والميل هو تاني الزاوية، فتاني الزاوية الحادة موجبة. تعالى هنا كده، ادي هنا الاي وادي هنا الفي. هتلاقي لما احط الاي ده بصفر، صفر في اي حاجة يديني صفر، تطلع الفي بتساوي الفي بي. ادي البداية. ثم عشان يا مستر هنا ناقص هننزل. مين الميل في الحالة ديت؟ هقول له مين محور السينات؟ هو الاي. مين اللي مضروب فيه؟ لو دي بس اللي موجودة هقول له الميل اسمه سالب ار. طب في مقاومة كمان، هقول له في هذه الحالة الميل هيساوي سالب ار زائد ار. ايه ده الميل سالب، عارف ليه؟ اصل الميل تاني الزاوية، وتاني الزاوية المنفرجة سالبة، فالميل هنا سالب عشان الخط نازل، والميل هنا موجب عشان الخط طالع. لو الزاوية دي مثلا 120، لما اجي اقول له تان 120 هيطلع معاك سالب. الزاوية دي مثلا 30 50 60، تان الزاوية الحادة هيطلع معاك موجب. نبتدي بقى يا مستر ندخل حتة الريوستات مع قراءة الفولتميتر في حتة اوم للدوائر المغلقة اللي هو الدرس الثالث. بص على المسألة دي كده. دي يا مستر مقاومة متغيرة اسمها ار في، بتتغير عليها سهم، وادي بطارية وادي ار واحد. الفولتميتر ادي بدايته وادي نهايته. حد يقول لي يا مستر هنا في مقاومة داخلية ولا لا؟ هقول لك مش هتفرق كتير. ليه؟ لان لما لفيت اللفة دي كده لقيت ان في مقاومة موجودة مع اللفة، فتعمل وكأنها مقاومة داخلية. السؤال بيقول لك هي الار في دي لما تزيد تفتكر الفولتميتر اللي هو على البطارية وعلى المقاومة دي يحصل له ايه؟ هنقول بسيطة، بسم الله. هقول له الفي هتساوي، انت لما لفيت شفت ايه؟ هتقول لي شفت البطارية. هقول لك بس، هتقول لي لا في حاجة جنبها، يبقى ادي اي في الار في، وعشان هي بطارية واحدة فأكيد التيار خارج منها فأكيد بتدي، عشان كده هقول لك ناقص. زي الفل. المقاومة دي حصل لها إيه؟ زادت. وطالما المقاومة دي زادت، ما هما دول مقاومتين على التوالي، دي زادت فالمقاومة الكلية هتزيد، فأكيد التيار الكلي اللي هو أبو ياسمين هيقل. فيا مستر الار دي زادت فالمقاومة الكلية هتزيد، إذا التيار الكلي هيقل. يعني يا مستر التيار ده قل. هتقول لي اذا الفي ده ثابت. اهدى بالراحه بالراحه. الحاله الوحيده اللي هتقول ان الفولتميتر فيها ثابت
لما يشوف البطارية لوحدها. الحالة الوحيدة اللي هيكون فيها الفولتميتر ثابت لما يشوف البطارية لوحدها من غير عيالها ولا أولاد خالتها ولا أولاد عمتها. هنا في مقاومة، انسى انها تبقى ثابتة. امال ايه اللي هيحصل يا مستر؟ لما تكون متأكد ان هي مش هتبقى ثابتة، المقاومة قوية ومقتدرة وما يقدر على القدرة الا ربنا، فهي اللي هتمشي كلامها. ازاي يا مستر؟ تعالى وانا اقول لك. مش المقاومة دي زادت؟ ولا كأنك شايف التيار. هقول له المقاومة دي زادت، يبقى الجزء ده كله كأنه زاد، وهنا عشان في سالب فالجزء ده عكس ده، علاقة تناقصية، فدي زادت. هقول له يبقى الجزء ده كله زاد، يبقى ده هيقل. حد يقول لي ما ظبطتش؟ تعالى، انا قايل لك لما تلف لفه وما تعجبكش ما تغيرها يا عم، غيرها يا عم. فوق ما ظبطتش انزل تحت، مش دي البدايه ودي النهايه. بسم الله بسم الله بسم الله، اهو يا مستر، اهو رجعت. اللفه دي وانت ماشي شفت ايه؟ هتقول لي شفت المقاومه ار1 بس. اقول لك بس؟ هتقول لي اذا الفولتميتر بيحبها يبقى توازي معاها، والفولتميتر اللي توازي مع مقاومه هيساوي اي في ار. زي الفل. تعال، يبقى الفي ده يا مستر هيساوي الاي في الار1. الار1 دي مالها؟ كيوت، ثابته طياره. حصل ايه لابو ياسمين؟ قل، فالفولتميتر يا مستر هيقل. وايه الفرق بين دي ودي؟ هنا في ناقص، فمجازا الجزء ده كله لو قل ده هيزيد، ولو الجزء ده كله زاد ده هيقل بسبب السالب. انما هنا المقاومه ثابته. تقول لي يا مستر ايه الفرق؟ هنا الفي هو الاي، فالاي لما قلت الفي قلت، انما هنا في سالب فالجزء ده عكس ده، فلو ده كله زاد ده هيقل، ولو ده كله قل ده هيزيد. بالارقام 10 ناقص 3 ب7، 10 ناقص 4 ب6، 10 ناقص 5 ب5. كل لما ده هيزيد ده هيقل. انا ثبت لك فعلا ان هذا الفولتميتر هيقل، فاللفه اللي ما تعجبكش يا معلم غيرها. المساله الثانيه، بص هنا كده، دي بطاريه اولانيه اسمها في بي 1، دي بطاريه ثانيه اسمها في بي 2. كل بطاريه فيهم جواها مقاومه داخليه. اهم حاجه لما يجي لك مساله في الفصل الاولاني تسال في مقاومه داخليه ولا لا. الشكل مش عاجبك، الحاجه اللي ما تعجبكش شيلها. بمعنى الفولتميتر اللي هو في 1 وفي 2 وفي 3 دول شكلهم مش عاجبك، ورقه وقلم ارسم الرسمه تاني من غير الفولتميتر، وكده كده الفولتميتر ما بيمشيش فيه تيار فمش فارقه كتير. مستر دي بطاريه ودي بطاريه، تمام. هنا السالب مع السالب، البت مع البت، المتشابهين قلنا وحشين، فهنطرح ولا هنجمع؟ هنطرح. جدع. طب لما نيجي نطرح لازم نحدد من الكبير ومن الصغير. ففي المسألة قال لك إن الفي بي 1 أكبر من الفي بي 2. هو هنا لازم يقول لك مين الكبير ومين الصغير. دايما اقف عند البطارية الكبيرة ولا تبالي، دايما خرج التيار من البطارية الكبيرة. مش دي الكبيرة؟ دي الكبيرة هنخرج منها التيار، هنقول بسم الله وعلى سنة رسول الله. ادي يا مستر التيار كمل اهوته زي الفل. مستر هو ايه السؤال؟ السؤال بيقول لك هي الار دي لو قلت امشي لي على كل فولتميتر وشوف حصل له ايه، واحدة واحدة. لما يقول لك زاد كذا او قل كذا، واحدة واحدة زي ما قلت لك. اول حاجة تخطر في بالي ان هل في فولتميتر توازي مع بطارية لوحدها ولا لا؟ ده توازي مع بطارية بس بعيالها يبقى مش ثابت. طب ده توازي مع بطارية بعيالها يبقى مش ثابت. انت عارف لو المقاومة الداخلية دي بصفر هقول له الفولتميتر توازي مع البطارية بس، فمهما يحصل في الدايرة هقول له الفولتميتر ثابت. هنا في مقاومة داخلية فأكيد هتتغير. هي مستر مش الار دي قلت؟ هقول لك إذا المقاومة الكلية هتقل، إذا أبو ياسمين اللي هو التيار الكلي هيزيد. أهم حاجة تشوف أبو ياسمين حصل له إيه. ثم واحدة واحدة هنمشي على كل فولتميتر. آدي الفي 1 ده بدايته وده نهايته. حلو كده؟ لف لفة كده، بسم الله بسم الله بسم الله، اللفة كملت. يبقى الفي 1 هتساوي، شفت إيه يا معلم؟ شفت بطارية. طب في مقاومة داخلية نزلها.
ده التيار خارج منها يا مستر، التيار خارج منها يعني بتدي، فاقول له ناقص. زي الفل. البطارية جهدها ثابت والمقاومة الداخلية اكيد ثابت. مين يا مستر اللي اتغير؟ ابو ياسمين. حصل له ايه؟ زاد. وهنا في سالب، هنا في ناقص، عكس بعض. ها طالما طالما الها زاد بسبب الناقص، يبقى الها هتقل. ده الفي واحد. خش على الفي اتنين. ده بدايته وده نهايته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللفة كملت. شفت ايه؟ هتقول لي بطارية بعيالها. زي الفل. يبقى الفي اتنين هتساوي في بي اتنين اللي هي دي، وفي عيال اللي هي اي ار اتنين. البطارية دي ده التيار داخل لها، داخل للموجب يعني بتتشحن، فهقول له زائد. خلي بالك الفي 2 ده على البطارية دي، والفي 1 ده على البطارية دي، كله فولتميتر مع بطارية، فبنزل جهد البطارية بس. ابو ياسمين زاد وهنا زائد، جدع هيزيد. يبقى الفرق هنا ناقص، هنا زائد، هنا الها زاد، فلازم الها هي كمان هتزيد. طب هنا الها زادت، يبقى الها التانية هتقل بسبب الايه؟ الناقص. جدع. تعالى. طب يا مستر بالنسبة للفي 3، ادي بدايته وادي نهايته، هنلف اللفة كملت. شفت ايه؟ هتقول لي شفت المقاومة بس. هقول لك تمام. هتقول لي اذا الاي في الار، بس المقاومة دي يا مستر بتتغير، حصل لها ايه؟ قلت. طب ابو ياسمين زاد. هنا بقى في مشكلة. الفي بتساوي الاي في الار، المقاومة قلت، المقاومة ار قلت، فالتيار زاد. اوعى تتسرع وتقول لي ان الفولتميتر ثابت. اوعى. قلت لك لا. اهدى. الفي 3 ده هيبقى ثابت لو لقيته توازي مع بطارية بس. يعني حتى لو انا وقفت هنا عند البداية ولفيت لفة من بعيد ورجعت، هلاقي حوارات وانا ماشي. بطارية اولانية بعيالها، بطارية تانية بعيالها، فاكيد مش ثابت. طالما مش ثابت مين يكسب؟ مين؟ المقاومة قوية ومقتدرة، هي اللي تمشي كلامها. مش المقاومة دي قلت فالتيار هيركن، طالما المقاومة قلت فاذا في 3 ده يا مستر هيقل. عايزين نأكد كلامنا كده بحتة حلوة هتعجبك. لو سألتك سؤال، مين أعلى فولتمتر هيقرأ يا مستر؟ هتقول لي أكيد 100% في 1. هسألك ليه؟ هتقول لي ما هو توازي مع البطارية اللي بتدي، يعني مجازا بابا بيدي، ماما بتاخد، وأكيد المقاومة دي بتاخد، فأكيد الفولتميتر اللي على بابا أكيد أعلى حاجة، فأكيد 100% الفي 1 هيساوي الفي 2 زائد الفي 3. حلو كده؟ حلو. في 1 ده حصل له ايه؟ في 1 ده قل. طب في 2 ده زاد. طب في 3، ما هو في 3 ده يا مستر قلت. بص كده على المعادلة، ما هو ده بيساوي دي زائد دي. بالله عليك ابوك قبضه قل، والحاجة الفلوس اللي بتاخدها زادت، اكيد 100% انت لازم تقل. ففعلا يا مستر كلام سليم 1000000%. كده يا شباب احنا قفلنا جزئية قانون للدوائر المغلقة. انصحك نصيحة لله، اعمل اللي عليك، ربك شايفك. دوس دوس دوس. مش هقول لك تاني. فاضل 2 3 4 5. اعمل اللي عليك، وهي كده كده مكتوب، بس لازم تاخد بالاسباب وكون على يقين ان ربنا شايف وان ربنا عادل وله حكمة في كل حاجة هتحصل. هي لا بحساباتك ولا بحساباتي. وعايز اقول لك حاجة، هي في الاول وفي الاخر مش بالكلية يا صاحبي، والله ما بالكلية. اعمل اللي عليك عشان ربنا ينظر اليك بنظرة رضا فيكرمك. والخير انت ما تعرفش هو فين، حط دي قدام عينيك، الخير ما تعرفش فين. اتمنى من الله لكم التوفيق والسداد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.